لو بصيت بتركيز على شوية الكشري ومكوناته حاضنة بعضها هتشوف باختصار ماكيت لعيلة صغيرة. تقدر لو دققت تشوف تفاصيلها، سواء كانوا شوية الكشري دول في طبق أو علبة أو كيس. لما بياع الكشري اللي واقف على النصبة بيبتدي يغرف طبق، بيخبط بالمغرفة كل شوية على الصينية وبعدين على الطبق. هو بيحاول يصحصح سكان البيت، بيقول لكل واحد منهم ياخد جنب ويوسع لإخواته علشان الدنيا تشيلنا مع بعض. المكرونة هي الأخت الكبيرة اللي بتحاول تتمرد على الواقع. الرز الأخت الوسطانية شيالة الهموم اللي عمرها ما اشتكت ترمي عليها اللي ترميه ما تقولش لا. البصل المحمر آخر العنقود المقرمش اللذيذ اللي البيت كله من محبتهم ليه مسميينه ورد. العدس هو الأب اللي وجوده قليل بس أساسي وما تنفعش العيشة من غيره. والصلصة هي الأم اللي بتلم كل دول في حضن واحد. حلة الصلصة هي الوحيدة اللي بياع الكشري مش بيخبط عليها وهو بيغرف، علشان الأم بتعرف تلاقي لنفسها مكان بسهولة ومش محتاجة حد يوسع لها. الكشري أكلة ثغراتها كتير، بس المصريين عرفوا يسدوا كل ثغرات طبق الكشري بشطارة. الرز والمكرونة نشويات، النشويات دمها واقف بالفطرة. هنا بيجي دور الشطة علشان تفك الأجواء وتخلي الدنيا مصهللة. الكشري سريع الهضم، تشبع بسرعة بس تجوع بعد وقت قصير. الناس حلتها برغيفين العيش البلدي اللي بياخدهم اللي فاهم تحت باطه ويعمل بالكشري سندوتش يسد. المحلات الشيك فهمت الموضوع وبقت تنزل مع الطلب عيش محمص. الكشري والدقة بيحموا على صدر الإنسان، أما الإنسان اخترع علبة الرز بلبن أو علبة المهلبية اللي بتنزل بعد الأوردر وبتعرف تاخد طريق كله برد وسلام جوه مشاعرك قبل بطنك. طيب الملل، الواحد ممكن يزهق من طبق ما فيهوش مجال للمفاجآت. هنا يجي دور نص الليمونة، شوية حمص الشام، تفصيلة مبهجة زي شرايط الاسباجيتي وسط المكرونة القص. طيب القولون والانتفاخات، هنا يظهر دور الشاي بالنعناع اللي بيفك أي اشتباكات في المعدة. طيب في مشكلة، طبق واحد مش كفاية وطبقين تخمة تبوظ الليلة. هنا يظهر طبق الكمالة، طبق بيتقدم لك بفلسفة التخشينة. الكشري أكلة بنت خشونة الشوارع، بس أمهاتنا في البيوت قدروا يحطوا لمستهم. فيه الأم اللي تبتدي بتحمير البصل وزيت التحمير ده تحمر فيه الرز وتقدح الصلصة فيبقى الطبق كله شارب تسكيرة البصل. وفيه الأم اللي تطبخ الرز والعدس مع بعضهم في حلة واحدة فيبقى الطبق طعمه شتوي شبه أيام المدرسة. بس سواء الأم دي أو دي وكل أمهاتنا اتفقوا إن دي الأكلة الوحيدة اللي لما تتعمل في البيت لازم يخرج منها طبق سخن للجيران. الكشري أكلة شعارها إنك تحس بالامتلاء، امتلاء طيب له طعم زي الامتلاء اللي بتحس بيه لما تسمع طلب وهو بيغني ساكن في حي السيدة. ملك الحراشة، بس حراشة مش مؤذية، حراشة دمها خفيف زي فيلم خلي بالك من زوجي. في مقولة عالمية شهيرة بتقول إن الأفكار السخيفة تستغرق بعض الوقت بينما تظهر الأفكار الجيدة على الفور بدون مقدمات. وده ينطبق حرفياً على الكشري، دايماً بدون مقدمات، بدون سابق تخطيط، بشكل يفاجئك أنت واللي معاك بتظهر الفكرة الجيدة. تعال نضرب كشري. أول الطبخ عندنا